الا بغيتي ولدك يبقى دائما يسول، ما تقمعيش كما قلت لك، ما تقمعيش وما تقولش لي ما مسالياش. بيرت اينشتاين في المدرسه ما كانش عبقري في المدرسه، ماشي معنيتها بانه ما كيجيبش نقط مزيانه صافي راه ما ذكيش، راه مكلخ، راه هادي، راه ما كيفهمش. دابا هذا هو الدور ديالك كأم، كيفاش غادي تستغلي العبقريه والذكاء ديال ولدك في المستقبل. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس؟ المهم سؤال باختصار، نتمنى انك تحطي هذا الفيديو، واخا قريت الفيديوهات ديالك كاملين ولكن ما لقيتكش كتهضري على الذكاء، كيفاش نخلي ولدي ذكي. وانا يلاه ولدت. بزاف ديال الناس كيظنوا بان الذكاء عنده علاقه بالنقط او بالحساب، ولكن واش عمركم سمعتوا بنسبه الذكاء؟ واختي، نسبه الذكاء اللي هي واحد لو طوك، هي طريقه باش كيقيسوا ذكاء الانسان وكيفاش كيفكر، كيفاش كيحل المشاكل، وكيفاش كيتعامل مع المعلومات. الانسان العادي كتراوح نسبه الذكاء ديالو ما بين 90 حتى 110. هاد النسبه كتسمى متوسطه. يعني انا نهضر معكم اون جينيرال، بعدا عاد ندخل في الموضوع. اينشتاين اللي كتعرفوه قرينا عليه حنا كامل، قاسوا ليه الذكاء ديالو بحسب الانجازات اللي دار، واخا هو ما كانش حاضر يعني مات. لو كان حاضر وكانوا غادي يقيسوا ليه نسبه الذكاء ممكن كانت غتغير. هما العلماء قاسوا نسبه الذكاء ديالو بدوك الانجازات اللي دار، لقاو بان عنده 130، وهي نسبه ذكاء عاليه مقارنه مع الناس العاديين. ملي كنقول عاديين، الناس اللي مجتهدين في الرياضيات، الناس اللي مجتهدين في الماط، الناس في الفيزيك، الناس المجتهدين في العلوم الطبيعيه وغدا وغدا وغدا. يعني اينشتاين كان نابغه. ولكن هادشي ماشي باش نحبطكم. اللي غادي نضيف هو البرت اينشتاين في المدرسه ما كانش عبقري في المدرسه، داكشي جا مع الوقت. يعني ماشي حيت ولدك ما كيجيبش نقط تقولي راه ماشي ذكي، راه ممكن يكون الذكاء ديالو في واحد المجال اللي باقي ما وصلش ليه. مثلا كاين الذكاء ديال الرياضيات، كاين الذكاء ديال الفيزيك، كاين الذكاء ديال العلوم الطبيعيه، كاين الذكاء ديال التاريخ، كاين الذكاء ديال الرياضه، كاين بزاف ديال الذكاء. يعني ولدك ماشي معنيتها بانه ما كيجيبش نقط مزيانه صافي راه ما ذكيش، راه مكلخ، راه هادي، راه ما كيفهمش. ربي سبحانه وتعالى عطانا نسبه تاع الذكاء، يعني كل واحد وفين كيقدر يستغلها. وبالتالي دابا هذا هو الدور ديالك كأم، كيفاش غادي تستغلي العبقريه والذكاء ديال ولدك في المستقبل. وكان هذا مقدمه غير باش ندخل في الموضوع. واحد الاخت دخلت وسولتني في واحد التعليق وعجبني صراحه التعليق ديالها، على هادشي علاش جيت نهضر في هذا الموضوع. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس؟ المهم سؤال باختصار، نتمنى انك تحطي هذا الفيديو، واخا قريت الفيديوهات ديالك كاملين ولكن ما لقيتكش كتهضري على الذكاء، كيفاش نخلي ولدي ذكي. وانا يلاه ولدت. تبارك الله عليك. انت درتي بحال الشكل ديال كما درت انا. اون فوا حملت بجاسم، بديت كنوعى وبديت كنقلب على طرق كيفاش نربي ولدي، وكيفاش نخرج منه انسان بعقلو، انسان واعي وانسان ذكي. دونك شكرا لك على التعليق ديالك، وهذا الفيديو نتمنى انه يوصلك. ما عرفتش كيفاش نقدر نرجع عندك التعليق نحط لك الفيديو او لا. المهم هذا فيديو للجميع، كلشي يستافد منه. السلام عليكم ماميات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بديت معكم فيديو هذا البنات خاص بالامهات اللي الهدف ديالهم انهم يكبروا وليداتهم يكونوا اذكياء. واي طفل راه ضروري يكون ذكي، اي طفل. غير المشكل فين كاين ان الامهات ما كيعرفوش يستغلوا فين هاد الذكاء، وما يعرفوش يستغلوا كيفاش يخرجوا هاد الذكاء. فالطفل في حد ذاته يعني عنده واحد النسبه تاع الذكاء اللي
يقدر تخرج في 4 سنين، كاين اللي تخرج ليه في 5 سنين، كاين اللي تخرج ليه في 14 عام، كاين اللي كتخرج في 20 عام. سبحان الله، يعني الله يخلق ما يشاء. يعني ماشي تقولي حقا ولدي حيت كيجيب نقط ناقصه صافي راه مكلخ. لا اختي، ما مكلخش ولدك ربي سبحانه وتعالى عطاه عقل وعطاه الذكاء ديالو، ونسبه الذكاء ديالو كاي طفل عنده ما بين 90 حتى ل 110. كان قل من 90 يعني معناتها متوسط. يعني الطفل خاصنا نجبدوا ليه داك الذكاء، راه كاين موجود، خاصنا غير حنا نجبدوه ونعرفوا كيفاش نستغلوه. المهم هادو طرق باش تبداي. ما تقوليش بان خاصني ندير شي حاجه واو، شي حاجه اللي خاصني نخسر فيها فلوس بزاف، اللي غادي نتكرفص فيها. لا، من الحوايج بسيطه تقدري تخرجي ولدك ذكي وعبقري، ولكن وبالشرط ما تزيرش على ولدك. كنشوف بعض الامهات، كنشوف الفيديوهات، كنشوف هذا لي بوست في الفيسبوك، كنلقى كاين بعض الامهات كتشد بنتها ولا ولدها في الروض، كتقتلو بالتمارين حقا باغا نخرجوه بحال اينشتاين. لا اختي، لا، ولا هنا كتزيدي تدمري الذكاء ديالو، ماشي بديك الطريقه. المهم كبعض النقاط نتمنى انكم تستافدوا منهم، ونتمنى انهم يفيدوا وليداتكم. وقبل ما تكمل الفيديو، الا كنتي اول مره كتدخلي القناه ديالي، ما تنسيش تشاركي في القناه وتفعلي الجرس، ونزلي على هذا الفيديو بواحد اللايك ولا جيم، وخلي لي واحد القليب اولا تعليق زوين بحالك. المهم كملي معايا لاخر الفيديو، بزاف نقاط غادي يفيدوك ويفيدوا وليداتك. اول نصيحه غنعطيها لك وهو ان ولدك، وغادي تسمعي من وراها علاش انا كنقول لك هذه النصيحه، ولدك خاصو ينعس اكثر من 9 سوايع، 10 سوايع، 11 ساعه. واهم حاجه 8 الليل خاصو الشراجم يكونوا تسدوا، خاصو يكون كيشخر، ماشي 9 وماشي 10 وماشي 11. حتى لو كان في التحضيري ولا في الابتدائي، هذيك الابتدائي، هذاك السن ديال الابتدائي والروض، راه 8 خاصو يتسد الشرجم ويكون ناعس، خاصو يشبع نعاس. علاش؟ ماشي كلشي كيعرف بان النعاس اللي كافي على الطفل كيساعد الدماغ ديالو باش كيرتاح، كينظم الافكار، كيخزن المعلومات اللي دار نهار كامل، والغد ليه كيتعلم مزيان وكيركز مزيان، عكس الطفل اللي كينعس مده قصيره. ومني كنقول لك النوم، نهضروا على النوم راه الدري ما كينعسش مع 9 الليل، الدري راه الحد الاقصى 8 خصو يكون ناعس. الا بغيتي يعطيك نتائج، الا بغيتي يكون مركز مع المدرسه، مركز مع المعلومات، يعني انت خاصك توفري ليه هذا الشيء. 7 العشيه انا عارفه كاين امهات اللي عندهم مشاكل في العائله، عايشين مع وسط العائلات، الله غالب، ولكن كندير المستحيل من اجل وليدي. كيهمنيش ما حولي يقولوا اللي بغاو يقولوا، نسد عليه البيت ونجلس انا وياه ونقرا ليه القصه هادئه، والشاشات يعني كاع بجميع الشاشات نحيدهم، ونخلي عقل الدري يركز من يكون ناعس في الحوايج اللي دارهم نهار كامل، يعني الحوايج اللي يستافد منهم. وهذوك هما الحوايج اللي غنهضر معاك فيهم في الفيديو لداخل، داكوغ. وكما قلت لك، هذاك الطفل اللي كينعس قليل ما كيكونش مركز مزيان، وكيكون العقل ديالو عيان، وبالتالي كيضيع النهار ديالو، وانتيا ما كتستغليش داك الذكاء ديالو اللي هو مخبي وما عرفش يخرجو، وانت ما تعرفيش ليه، لانك اصلا ما مخليهش يرتاح. النصيحه الثانيه، خلي ولدك يلعب بيديه، خليه يكتشف مثلا غير ليغو، يستفهم، يخلط مثلا الماء مع الملح، يكتشف، خليه يدير يعني ماشي شي حاجه غاليه، شي حاجه بسيطه، راه شي حاجه اللي كنا حنا بكري كنديروها، يعني شي حاجه كنكتشفوها من لا شيء. خليه يسول ويفهم، وخا يغلط خليه يتعلم من الغلط ديالو. يعني كما قلت لك الالعاب راه واخا غير من الورقه لرسم راه ديجا ابداع، لا غير علبه يعني كرتونه مسدوده، يعني تشي كتبان لك داكشي تافه، ولكن هو هذاك الشيء في حد ذاته كيبين كيخرج ليه كما نقولوا
المواهب ديالو. وملي كتلعبي معاه نتيا راه ماشي غير كتسليه ولا فقط هو بالنسبه ليه تسليه، لا، راه كتدخلي معاه في العالم ديالو وبالتالي كتشاركيه داك العالم، وهذا الشيء كينمي الثقه ديالو في نفسه وكيبدع اكثر. مني ولدك يجيك ويطرح عليك مثلا واحد السؤال، علاش السما زرقاء، علاش الماء ما عندوش اللون، علاش هادي، ما تضحكيش عليه وما تقوليش سير في حالك حتى المره اخرى ولا سير راني ما مسالياش. لا، هذيك عندك فرصه ذهبيه ان ولدك يتعلم ويتوسع في العقل ديالو، ونتعاون معاه ونشرح ليه بشويه. وخدتي بالنسبه لك ما غتجيك الضحكه، شي حاجه كتبان لك تافهه، ولكن كما قلت لك كاين شي حوايج بساط كيكبروا العقل ديال وليداتنا. واهم حاجه خليه يعرف بان اي سؤال مرحب به، وما كاينش شي سؤال سميتو سؤال غبي. ومني يسولك شي سؤال حاولي تجاوبيه بطريقه بسيطه باش يفهم، اولا لما عرفتيش قولي اجي نقلبوا بجوج ونعرفوا الاجوبه وعلاش وكيفاش. وكاين مثلا غتقولي ليه اشنو رايك نتايا، وتخليه يتعمق بوحده في العقل ديالو ويقدر يعطيك اجوبه، وبالتالي ما تضحكيش عليه وما تقولش ليه لا ولا كيفاش ولا يعني تعاملي معاه بصرامه. لا، هذا هو الوقت لان الولد ديالي العقل ديالو مفتح وباغي يعرف، دونك استغلي هذه الفرصه. وما تنسيش اي رسمه رسمها اولا كتابه كتبها علقيها في شي بلاصه باش هو يحس براسو بان راكي مفتخره به، وهذا الشيء كيزيدو تحفيز انه يزيد يقلب ويزيد يكتب ويزيد يرسم ويزيد يدير بزاف د الحوايج. يعني كما قلت لك راه شي حوايج بسيطه انت ما غاديش تردي لهم بال، ولكن الوليدات راه كيردوا لهم البال. الا بغيتي ولدك يبقى دائما يسول ما تقمعيش، كما قلت لك ما تقمعيش وما تقولش لي ما مسالياش. هذاك الدري اللي كيتعلم يسول راه كيتعلم يفكر وكيتعلم يبحث وكيتعلم يبحث عن الاجوبه، وبالتالي كينقي الذكاء ديالو ماشي غير كيحفظ. وباش نختم هذا الفيديو بغيت نقول لك واحد النقطه. الا بغيتي ولدك يكون ذكي خاصك توفري ليه بيئه نظيفه وهادئه، خاصك تحيدي منه الخوف، خاصك تخليه يكون متصالح مع نفسه، خاصوش يكون عنده شي تردد، ما خاصكش بزاف الحوايج سلبيين خاصهم مش يكونوا كيدوروا به، فهمتيني؟ يعني العقل راه داير بحال البشره ملي كتكون مسخه وكديري عليها الكريم، واخا يكون الكريم غالي ما غاديش تحيد داك الوسخ. نفس الشيء بالنسبه للعقل، العقل خاصك تنظفيه عليه باش كل شيء هاد المجهودات اللي غديريهم يبقوا بنتائج ايجابيه. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي عجبها الفيديو تبارطاجيه مع اختها صاحبتها ماماها خالتها اي وحده. المهم بارطاجيو الفيديو، كنقول لكم تهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف.